الا كان عمرك قل من 20 عام وتفرجتي في هذا الفيديو غتكون احسن حاجه درتيها هذا النهار. في الفيديو اللي فات هضرنا على الحاله النفسيه اللي كيدوز منها الشباب بين 15 و 20 عام، وقلنا ان داك الضغط والتفكير الزائد هو حاجه عاديه، وذكرنا الطريقه اللي خاصك تتعامل بها مع هذه المرحله. وفي هذا الفيديو غنركزوا على الاخطاء اللي خاصك تتجنبها وما توقعش فيها باش تطور الذات ديالك والحاله النفسيه ديالك تكون مزيانه. 3 2 1 go. فاش كنا صغار بزاف ديال التوقعات اللي كانت عندنا على الحياه كانت زوينه، وكنشوفوا الحوايج غير من الجانب المضيء وكيبان لينا كلشي ساهل وغنوصلوا لكاع دوك الحوايج اللي بغينا. لكن فاش كنكبروا شويه صديقي كنبقاو شويه بشويه نكتشفوا ان الحياه لا علاقه مع داكشي اللي كنا متوقعينه، وماشي هذه هي الحياه اللي عودت لينا عليها المدرسه والمجتمع، وكنلقاو ريوسنا في عالم كبير وغريب علينا، واللي خاصنا فيه نتعلموا لراسنا كيفاش نجيبوا الفلوس وكيفاش نصرفوهم، كيفاش نقلبوا على خدمه وكيفاش نبنيو اسره وكيفاش نبنيو مستقبل. لان في المدرسه صديقي مستحيل يعلموك كيفاش تقلب على خدمه او كيفاش دير الفلوس ولا كيفاش تبني اسره. فشكون اكتشف امريكا والحرب العالميه الاولى والثانيه مهم عندهم من حياتك. وهذا الشيء علاش ديما كنقول ان القرايه اللي كنشوفوها هي المنقذ وهي طريق النجاح في الحياه في بعض الاحيان ممكن تخرج عليك صديقي، وان اغبى نصيحه ممكن تقدمها مازال لشي واحد هي اديها في قرايتك باش تبني مستقبلك. وهنا غنشرح لك علاش صديقي. نعتبروا ان المستقبل عدو، والدور ديال المدرسه تعطيك اسلحه وتعلم كيفاش تخدمها باش تواجهه وتغلب عليه. والعدو هنا صديقي عنده اسلحه متطوره وكيتطور كل نهار، ولكن المدرسه عندنا الاسلحه اللي كتقدم لك هي اسلحه بدائيه وقديمه، وفي بعض الاحيان ما كتعطيك التسلح وكتخليك حاصل ما عندك باش تدافع على راسك. وداك الشيء علاش قلنا ان اغبى نصيحه هي ديها في قرايتك. هاد النصيحه كانت معقوله ومزيانه قبل 61 سنه، ولكن دابا راه الوقت تبدلات صديقي. تقرا وتاخذ الدبلوم ما بقات كتنفع في والو، وديك الكريتينه ديال الدبلوم نهار على نهار القيمه ديالها كتنقص. وهذه الطريقه ديال الحياه سالات لها الصلاحيه ولاو كاينين طرق جداد، ولكن للاسف الاغلبيه ديال الوالدين ما داروش المزاج وباقي عندهم عقليه قديمه. وإلا كنتي دابا كتحس براسك مديرونجي او كتحس براسك انك منكد او بصفه عامه ما فرحانش، السبب بكل بساطه صديقي هي انه ما عندك حتى فكره على المستقبل وباقي تالف. علاش؟ لان المدرسه اللي ضيعتي فيها سنين من حياتك ما عطاتك حتى فكره عليه. وهنا كيبقى الدور على الوالدين اللي خاصهم يوجهوك وينصحوك ويوجدوك تواجه المستقبل. لكن صديقي ملي الوالدين والمدرسه كيستقلوا بجوج وما كيقوموش بهذا الدور، كتبقى بوحدك بحال شي واحد ولدات امه وتخلات عليه. وهنا خاصك تكون حربي وتواجه الحياة بوحدك وما تسنى حتى حاجة من شي واحد. وهنا ذكرنا المشكل اللي انت اصلا عارفه وما تحتاج حتى شي واحد يفكرك فيه. ودابا صديقي السؤال المطروح هو كيفاش نتعاملوا مع هذه المرحلة اللي هي مرحلة حساسة في الحياة، وانا كنسميها المرحلة الذهبية، لانها كتحدد بشكل كبير كيفاش غادي تعيش البقية ديال حياتك. وخاصك تعرف صديقي ان الحياة عندها قوانين، ولا باغي توصل في حياتك خاصك تلتزم بهذه القوانين. وهنا غنذكروا هاد القوانين اللي خاصك تلتزم بهم. القانون الاولى صديقي، نسى الماضي والمستقبل وركز على الحاضر، لان تركيزك على الحاضر كيخلي الماضي والمستقبل ديالك زوين. وكل ما كتفكر بزاف في الماضي والمستقبل كل ما الانتاجيه ديالك كتنقص وما كدير والو في حياتك وما كتنوضش تحرك باش دير شي حاجه وكتبقى غير كتفكر. داكشي علاش صديقي خاصك تخلي عقلك مركز على نهارك وحط اهداف صغيره لكل نهار وخلي تفكيرك كامل عليه. القانون الثاني، مستحيل ما تغلطش. خاصك تعرف ان في هذه المرحله الخطا منك مقبول وحتى واحد ما عنده الحق يحاسبك عليه. والتاثير ديال الاخطاء ديالك ممكن يكون عندهم تاثير ايجابي عليك، لان كل خطا كيعلمك درس وما كيأثرش على حتى واحد لانك باقي ديال راسك. داكشي علاش قبل ما نبدا اي تجربه او مشروع نفكر في اسوأ سيناريو ممكن يوقع ليا، وعلى اساس هذا السيناريو نبدا. كما سمعتي صديقي، نبدا ماشي جالس كنفكر وخايف نفشل. هاد الفشل اللي خايف منه سير سلم عليه شخصيا وقول لي علمني كيفاش ننجح. هذه هي احسن مرحله اللي تقدر تاخذ بعض القرارات اللي صعيب تاخذها من بعد. باقي عندك واحد الهامش اللي تفشل فيه وتطيح وتنوض. داكشي علاش في هذه المرحله جرب تسافر وتريبي وتبقى بعيد على عائلتك وغامر وعيش هذه المرحله من حياتك لانها مهمه. القانون الثالث، مستحيل المظهر الزوين يغطي على الراس الخاوي. في الفتره ديال المراهقه كنوليو نركزوا بزاف على المظهر ديالنا من برا واللباس والحسانه والريحه والصباط والتليفون، وكنبغيو نفرضوا الوجود ديالنا بالمظهر، وهذه حاجه زوينه. لكن ملي تفوت هذه المرحله ديال المراهقه حاول تكيليبري وتحقق واحد التوازن بين المظهر والشخصيه ديالك. يعني حاول المظهر ديالك يكون ملائم للشخصيه ديالك.
فتبان شخص عادي من برا وواعر من الداخل حسن ما تبان واعر من برا وخاوي من الداخل. القانون الرابع، المبادئ ديالك هي اللي كتحدد لك السعاده، فبالتالي ما تخليش شي واحد صديقي يختار لك الحاجات اللي كتحقق لك السعاده، فانت اللي خاصك تختارهم لراسك وخاصهم يكونوا متوافقين مع المبادئ ديالك، لان كل واحد فين كيلقى السعاده ديالو. كاين اللي كيلقاها في الصلاه، كاين اللي كيلقاها في الرياضه، في الموسيقى، في المخدرات، في الجنس، في التسوق، في السفر. فعلى اساس المبادئ ديالك صديقي حاول تختار الحاجه اللي ممكن تحقق لك السعاده. القانون الخامس، الا ركزتي على ذاتك ما كيعنيش انك اناني. داك الكريتيك او النقد للناس والحاجات اللي كنشوفوهم في المجتمع كيضيع عليك بزاف د الوقت، فبالتالي الا شفتي شي حاجه ما عجباتك ماشي يسوقك فيها، ديها في راسك وما تعطي لشي واحد ولو دقيقه من حياتك. والناس اللي ما كتستافد منهم والو حيدهم من حياتك بلا ما تفكر، وخلي علاقتك مع بزاف ديال الناس مبنيه على مصلحتك، ونهار تسالي مصلحتك معاهم خليه يجلس في الاحتياط. القانون السادس، الظروف ماشي مبرر للفشل. هاد النويطه صديقي خليها تكون محفوره في دماغك، نجحتي او فشلتي او اي حاجه وقعت لك في هاد الحياه انت المسؤول الرئيسي عليها، وانت اللي كتحمل المسؤوليه كامله. والظروف اللي كنبروا بهم الفشل كاينين على كاع الناس، وكل واحد وظروفه، وداك الشيء علاش ما خاصكش تبقى تشكي بزاف وتكثر النواح والغوات الا فشلتي. انت صنع الظروف اللي بغيتي وما تخليش الظروف هي اللي تحكم فيك. الحياه زوينه صديقي وصعيبه في نفس الوقت، وحلاوتها كاينه في ديك الظروف الصعيبه.